اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن تراكين الجوكر اللي نزلوا امبارح، بنادول وزي زيك. التراك الرابع والخامس من البوم الجوكر تلاتيني، الالبوم اللي فعلا يقلقك كده ويقلق اي حد بيحب الجوكر او اي حد فان للجوكر، ان الجوكر بيمهد لحاجه في التراكات دي. شفناها في شغله وتلاتيني وبنشوفها في التراكين دول، بنادول وزي زيك. فعموما لو ما شفتش تحليل التلات تراكات اللي فاتوا هتلاقي فيديوهين بيحللوا التلات تراكات، فيديو ل 12 سنه راب وفيديو لشغله وتلاتيني. هتلاقي لينكات الفيديوهات دي في الديسكربشن وفي الاي اللي فوق، وانزل اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس وانضم لسيرفر على انستجرام وكل الكلام ده، ويلا بينا. مفهوم لو سلوا عيبك خصوصا واحنا في غيبة. هنا البيت بيبدأ بصوت التيك تاك بتاعت الساعة، الدقات بتاعت العقارب، وده وصل لنا الملل، وصل الإحساس بإن الوقت عمال بيعدي. ممكن يكون يقصد حاجة تانية، يقصد إن خلاص الوقت خلص أو بيخلص، بس أنا اللي وصلني هي حالة الملل، وخصوصا إنها لايقة جدا على الطريقة بتاعته وهو بيراب والجو والمود بتاعته. سلوا عيبك خصوصا واحنا في غيبة، الناس فاكرينا دوسنا زرار بقينا نضاف غلابة. هنا جوكر عايز يوصل لك صورة ان انت حيوان، انت حيوان لعابك سايل على بقك، قاعد فاهم مستني فريسة، او قاعد بس بتدور على رغباتك وشهواتك. فهو بيقولك ان ده طبيعي ومفهوم، لان احنا اصلا في غابة. الناس فاكرين دوسنا الزرار بقينا نضاف غلابة، الناس غلابة يعني هم فاكرين ان احنا بقينا نضاف بعد ما دوسنا الزرار. الموضوع كان صعب. يقصد ان مفيش حد ملاك ومفيش حد نظيف او بقى نظيف بسهوله، لا كله بيمر بنفس المراحل، وكله بيعدي فتره بتكون فيها النسخه الاسوأ منه، والسويتش اللي هو بيعمله في شخصيته بقى من ان هو بيكون شخص مش كويس لشخص كويس، دي مش حاجه سهله خالص. مش زرار بيدوس عليه فهو بيبقى انسان نظيف، لا بتبقى مرحله صعبه جدا ان هو يكون بيعمل حاجه وحشه، زي مثلا ان هو يكون مدمن ويبطل، او ان هو يكون بيعمل غلطات كتير ومتعود عليها وبعد كده يبطل يعمل الغلطات دي. دي كلها حاجات صعب ان الانسان يقدر يعملها، كلها بتخليه يمر بصراع مش طبيعي ما بين الجزء الكويس جواه والجزء ما الوحش. بطلوا طلع من القاع وعاش في خط، فاكرين الضلمة رحلة الناس بتروحها صد رد. البارين التانيين نفس المعنى او بيخدموا على نفس المعنى. الناس فاكره ان هي زرار، وفاكره ان الشخص اللي قدامهم ده اللي هو شخص كويس هو بطل فيلم طلع من القاع وعاش في خط. انا اللي تخيلته شكل رسم بياني في موجات، الموجات ليها قمه وقاع. انا مش عارف، ثالث ثانوي جننتني رغم ان انا مخلص ثالث ثانوي من 5 سنين، بس ما علينا. اسف لو لسه في حد في ثالثه ثانوي وبسمعه الكلام ده في فيديو راب. بس المهم ان هو بيقولك طلع من القاع وراح للخط وبس، كمل بقى مستقيم. لكن مش دي الحقيقه. ايه الحقيقه؟ الحقيقه ان هو بيطلع من القاع للخط للقمه، للقاع للخط للقمه، فهو مش ثابت على حاجه. زي ما قلت هو بيعيش صراع ما بين الجزء الكويس جواه والجزء الوحش. عشان كده بيقولك فاكرين ضلمه رحله الناس بتروحها صد رد. لو رحت للطريق غلط رجوعك منه مش سهل، رجوعك منه صعب جدا. مفيش حاجه اسمها انك هتروح الضلمه صد رد وترجع، لا انت هتروح بس هيبقى صعب انك ترجع. مرجح بيني وبيني بندول، تايه في راسي بتخبط. التشبيه اللي جاي منه اسم التراك بتمرجح بيني وبيني بنادول. زي ما احنا عارفين ان الجوكر عنده انفصام، او كان عنده انفصام، او عنده شخصيتين زي اي حد عنده جزء طيب وجزء شرير، فهو دايما في صراع ما بين الجزء الطيب اللي جواه والجزء الشرير. فزي ما بيقول من اول التراك هو بيتمرجح ما بين الجزئين وهو في صراع بسبب الحوار ده. وهو شبه عدم الثبات، المرجحه اللي ما بين ده وده، زي البنادول. البنادول ده شكله انت اكيد عارف البنادول، بس يعني برضه احتياطي اقول لك ايه هو البنادول. والبنادول بيتحرك في شكل اهتزازات بتكون برضه زي ما قلنا قمم وقيعان. مش عارف ايه قيعان دي، بس عموما ده مش درس عربي، ده درس فيزياء يعني حضرتك، يعني واضح احنا هنتكلم في الفيزياء من اول الفيديو. ما علينا، تايه في راسي بتخبط على طول. هنا جوكر بيعمل مال سيلابل على طول، وبنادول اللي هو كلمه واحده بترايم كلمتين، ودي اجمد من انت تعمل رايم عادي. من العين اللي تغفل يتاخد مطرحها، زميل انا في حته صعب يطرحها، في راسي كلاب ولازم اطفحها، في كلاب في راسي قعدت سنين بطفح فيها، بس هي ليه ما سكتتش. طيب البار بتاع طينة اصلا كان معناه ايه عشان نفهم البار ده؟ ان هو في اصوات في دماغه عامله زي الكلاب قاعده بتنهش فيه وقاعده طول الوقت بتنبح وبتهوهو، فهو بيقول في كلاب في راسي ولازم اطفحها. هو لازم يطفحها يعني لازم يسكتها، لان الحاجه اللي بتسكت الكلاب ان هم اكلوا. ايه الحاجه اللي هتسكت بقى الاصوات او الكلاب اللي في دماغه؟ ان هو يرضيهم ازاي؟ يعمل لهم اللي هم عايزينه. مش كده بينزل اكتر من نوع تراكات، ممكن ينزل ديس، ممكن ينزل تراكات كاتشي وبترقص، ممكن ينزل تراكات من نوعيه تراكاته اللي احنا متعودين عليها، واللي هي التراكات الماركه مسجله باسم الجوكر زي التراك ده مثلا. فهو بيقول لك في كلاب في راسي قعدت سنين بطفح فيها، بس هي ليه ما سكتتش اما فهمت الحقيقه؟ ايه بقى الحقيقه؟ مش متاكد قوي الصراحه، بس غالبا بيتكلم عن الاعتزال، لان هو في التراكات اللي فاتت في الالبوم هو بيتكلم دايما عن ان الصراع او الحاجه اللي دايما شغلاه وبيفكر فيها في دماغه هي الاعتزال. فممكن الاصوات دي في صراع على ان هو يعتزل ولا لا.
يبطل ولا لسه قدامه كتير يقدمه؟ زي ما قال في شغله، الله يقدرنا نطلع بكيفنا محدش اجبرنا، ولما تبطل تتغطى اخبارنا نرضى ما نسقش لتاريخنا ومنظرنا. فهو ده اللي هو عايزه، بس ممكن يكون في اصوات في دماغه لا كمل حتى لو هتعمل حاجات تسيء لتاريخك. فالفكره في ايه؟ ان هو زمان كان في صراع في دماغه دايما، سواء بقى خير وشر او اي حاجه، اصوات كتير في دماغه، فهو هنا بس بيحاول يوصل لك الصراع والاصوات الكتير اللي في دماغه. نفسي اوقف الزمن دقيقة لكن ما تسقش الفهم كل ده وانا في نعمة مش في ضيقة. هنا بار معبر قوي، وبرضه انا حاسس بيه جدا دلوقتي في الضغط اللي انا فيه، لان امبارح سنت نزل 13 تراك وبعدها الجوكر نزل تراكين، فنفسي اوقف الزمن ولو دقيقه. بس اللي هو بيتكلم عنه هنا ان هو عايز يوقف الزمن ولو دقيقه من كتر ما الدنيا بتجري وهو مش ملاحق، بس بيلحقك بعدها على طول ولك تفكيرك ما يروحش البعيد كل ده وانا في نعمه مش في لكن خلاص ما عادش جنب الصح نجمة، كل حاجة بتبقى اصعب اما بنكبر، كل حاجة. هنا بص، كنت ممكن اعدي البار لو الرايم جامد، بس الفكره ان الرايم مش حلو، فالتشبيه ماشي وصل لي الفكره اللي انت عايز تقولها، ان زمان كانت الدنيا حلوه لما كنا صغيرين واقصى همنا ان الميس تعمل نجمه جنب الصح وهي بتشوف الواجب، انت فاهم؟ بس الرايم واقع، فجمدان البار راح بالنسبه لي، لان نص جمدان البار في ان هو يكون في رايم أصلاً. بنعوزها واما تحضر نعيد تفكير، هو احنا بنكسب ولا بنخسر؟ طيب كان بيقول كل حاجه بتبقى ارخص اما بتكتر، ده اللي بيها عرض وطلب، ان الحاجه لما بتبقى كتير قيمتها بتقل، ده بديهي يعني، فبتبقى ارخص. بنعوزها اما بتحضر نعيد تفكير، هو احنا بنكسب ولا بنخسر؟ خايف اوصل للي بدي اياه واضل تعيس، خايف اطلع بالاخر واحد بيعرفش يعيش. البار فكرني بالبار الايقوني، واحد من اكتر التراكات اللي بحبها ام الموجات لسينابتك، اللي هو من الاخر كل ده كان عشان ايه اصلا؟ الوقت اللي انت ضيعته والمجهود اللي انت عملته ويمكن الفلوس اللي انت صرفتها عشان توصل للحاجه دي، الحاجه اللي انت عايزها، ولما بتحضر زي ما الجوكر بيقول بتكتشف ان هي ما كانتش مستاهله كل ده. يعني انت عملت كل ده عشان في الاخر حاجه تقعد بقى تلوم نفسك كان لازمته ايه من الاول، وانا كده طلعت كسبان ولا خسران؟ تفكر هل فعلا في شيء مهم مستني حد يقول فركش تطلع حياتك اصلا فيلم؟ تبدا تفكر هل فعلا في شيء مهم. شوف يعني التراك ده متلغم اوفر ثينكينج، الاسئله اللي بتجري الجوكر بعد الساعه 12 بالليل طلعها لنا في تراك نجلد بيه ذاتنا اكتر. يعني كتر خيرك يا جوكر بجد، يعني نفسيتي كانت محتاجه فعلا تراك زي ده يخليني اقطع ربما شرايين. من اجل العلم او حتى تطلع حلم، لا حلم ايه ده انت في كابوس مستني حد يقول لك. الافكار اللي كانت بتجيلك وانت صغير والله وانت كبير برضو، ان حياتك دي في الاخر هتطلع فيلم او في كاميرا خفيه او في حد بيعمل تجارب علميه او حلم، بس مش حلم بقى، لا كابوس، انت فاهم؟ دي كلها افكار جاتلك، ما تقنعنيش ان انت ما جاتلكش الافكار دي. لو ما جاتلكش انت اللي مش طبيعي. انا عن نفسي لغايه دلوقتي مقتنع ان احنا في فيلم، بس هم مخبين عني، ما اعرفش ليه يعني، عشان امثل الدور كويس، عشان ابقى يعني فاهم متاثر بحاجه اللي بتحصل. يعني انا مقتنع تفك هم يومك كله غم زي ما تكون الدنيا واخده منك جم. الرايم جامد، وعجباني فكره ان هو قفل بالرايم بتاع بيم، وبعد كده بدا برايم بنفس الحروف او بنفس عدد الحروف ونفس اخر حرف اللي هو هم وغم، بس ايه بقى مش نفس الرايم مش نفس الوزن اصلا، فحسيتها حركه جامده. وبعدها بيقول لك ايه زي ما تكون الدنيا واخده منك جنب، عادت صياغه الجمله ان الدنيا جايه عليه، بس بيقول لك هنا الدنيا ايه زعلانه منه واخده منه جنب، فتشبيه جامد. سباق واخره عظمه ليه انت كلب. هنا البار ده شبه قوي البارات اللي كنا لسه بنتكلم عنها من شويه، ان انت بتقعد تحاول توصل للحاجه وفي الاخر تكتشف انها ما كانتش تستاهل كل ده. يعني هنا بيقول لك سباق واخره عظمه ليه انت كلب، تصوم وتفطر على بصل. او ممكن يكون بيتكلم عن الشغل اللي احنا بنشتغله وان احنا بنقعد نسعى ونضيع عمرنا وفي الاخر بناخد ملاليم مثلا. محدش هيشيل عنك، شيل انت. علم محاكاه مفيش اشخاص في انت. يا عم والله العظيم الجوكر بيفكر زي ما احنا بنفكر او زي ما انا بفكر. عالم محاكاه، كل البشر دول مش حقيقيين، انا البني ادم الحقيقي. والله العظيم بجد دي افكار كانت بتجيلي وانا صغير. الجوكر ده بيتكلم عنها في التراك، بس هو ما يقصدهاش حرفيا، هو يقصد تشبيه ان انت تخيل ان مفيش بني ادم غيرك في العالم، فمحدش فارق معاه حاجه ولا حد انت فارق معاه ولا حد هيشيل معاك. انت البني ادم الوحيد، انت الوحيد اللي يقدر يصلح حياتك، انت الوحيد اللي ينفع تاخد خطوه او ينفع تخلي حياتك احسن. ده اللي عايز يقوله لك. بقى السؤال بقيت تتنفس ليه انت والامتى. بيقول لك من كتر ما بيسأل نفسه سؤال اشمعنى انا ليه انا، الموضوع ما بقاش مجرد سؤال، بقى زي النفس عنده، بقى طول الوقت بيسأل ليه انا، وزود عليها بقى ايه ليه امتى. جامد. هروح اقطع شراييني واجي اكمل تحليل. طلبت وجهة نظر الواحد منا، بفتكر انا المراهق اقول في الواد ده انه التغييرات اللي بتحصل للإنسان على مدار حياته بسبب الحياة اللي بيمر وبيتعرض ليها فعلا بتخلي الإنسان يشوف النسخة اللي أقدم منه ويحس إن ده مش أنا أصلا،
ده انسان تاني. الواد ده اكيد كان في حاجه في دماغه، اكيد في سبب خلاه يفكر بالطريقه دي. هو مش بس بقى عنده وجهات نظر مختلفه عن وجهات نظره وهو مراهق، لا هو بيقول لك الواد ده فيه الواد ده فيه حاجه يعني، فاهم؟ بيتكلم عنه كانه شخص تاني. كأننا اتشقلبنا مش اتغيرنا سنة سنة، نمنا عيال صحينا كبرنا. نمنا عيال صحينا كبرنا، بيتكلم عن قد ايه العمر جري بسرعه. ده اولا. ثانيا بقى سيبك من كل ده، انا عاجبني قوي الرايم اللي هو ماسكه بقاله شويه. اي نعم ممكن تحس بملل فيه بس هو جامد. منا وإنا وسنة، نمنا عيال صحينا كبرنا، من اجمد الريمات في التراك. هي تجري أسرع، الناس مكان في مصنع، طريقنا مهلك مطلع في مطلع. بيقول لك مهما تحاول تجري مش هتلاحق، هي الدنيا كده، تجري الدنيا تجري اسرع منك. الناس مكن في مصنع، الناس زي المكن اللي في المصانع، لدرجه ان هم فقدوا مشاعرهم الانسانيه وفقدوا جميع جوانب حياتهم، وبقت حياتهم كلها عباره عن شغل بس. طريقنا مهلك مطلع في مطلع، طريق كله طالع، والطريق طبعا الطالع اصعب بكتير من الطريق المستقيم او الطريق النازل، وده بيبقى لو انت طالع على رجلك صعب، ولو انت راكب بيبقى مهلك للعربيه اللي انت راكبها. مش بعرف أمنع نفسي من أطمع، هاتولي يقين وناجي عند الشك وأقطع. هاتوا اليقين وناجي عند الشك واقطع. بار جامد قوي قوي قوي، لان المثل بيقول يقطع الشك باليقين، اللي هو لو انت عندك اي شك هو هيقطع الشك ده، هينهي الشك اللي عندك ده ويخليه يقين بحاجه معينه. هنا العكس، هو اي يقين عندك هيقطعه لك وهيخليك شاكك. مفيش حاجه ثابته، مفيش ثوابت، دايما شك في كل حاجه حواليك. عيشة لحظة وقافش فيها مؤلم، أنا ليه مش عارف أسيب مع إني حاسس نفسي مؤمن. يا جوكر والله خلاص بجد، يا جوكر والله العظيم نفسيتي اتدشملت، انا مش قادر اكمل التراك من الحزن. انا عايز اقفل المايك. ليه كل ده؟ بعمل كل ده عشان ايه في الاخر؟ انا مش هكمل الفيديو. هاتولي حد غير الجوكر يراب وانا ابقى اجي احلل بقى، لكن شغل التقطيع ده طول التراك انا بني ادم برضه. عايز أملك الدنيا وده شيء مقلق، بس بقى لبيتي مش عشاني، هل ده خير ممكن؟ هنا بقى بيقول لك ان هو زمان كان عنده حب امتلاك للدنيا، عايز يمتلك الدنيا كلها، ودي كانت حاجه طبعا غلط. بس دلوقتي هو لسه عنده نفس الاحساس ده، بس مش عشان هو، عشان عيلته، عشان هو اتجوز وبقى عنده عيله وبقى مسؤول. فهو دلوقتي بقى عايز يمتلك الدنيا كلها عشان يوفر لهم كل اللي هم محتاجينه. فبيسأل بقى هل ده خير؟ هل دلوقتي الاحساس اللي عندي ده اللي هو نفس الاحساس اللي كان عندي زمان، بس الفرق ان زمان كان عشان نفسي دلوقتي عشان عيلتي، هل ده خير؟ هل ده مش غلط بقى خلاص، ولا لسه برضو احساس ورغبه غبيه منه؟ عشرينات تحيا الصحاب، العيلة ادمت، عالتلاتينات راحوا الصحاب والعيلة فضلت. بار واضح جدا ومعبر قوي في حته ان انت لما بتوصل للعشرينات خلاص انت تبقى زهقت من عيلتك وتبقى عايز تقضي وقت اكتر مع اصحابك، فبتقول خلاص بقى يعني سيبوني بقى حر وطريق، وبتحس ان انت خلاص مش هتبقى محتاج لعيلتك دي تاني، انت مش هتشوفهم تاني، انت خلاص كونت صداقات وهتعيش باقي حياتك مع الناس الجداد اللي بقيت تحبهم وهما بيحبوك. بس في الحقيقه بتكتشف ان الزمن بعد كده بيخلي كل واحد يروح في حاله وبيروح في طريق، وكل واحد بيكون اسره وبيكون عيله، تلاقي نفسك في الاخر رجعت برضو للعيله اللي انت بدات منها. في الدنيا بنقضي ليلتين، بدأنا نفهمها في آخر ساعتين. بيقول لك لو الدنيا ليلتين فاحنا بدأنا نفهم الدنيا اخر ساعتين في الليلتين دول. يعني انت ضيعت 46 ساعة وانت عايش وفاهم الدنيا غلط، هتفهمها امتى بقى؟ في اخر ساعتين وانت عجوز وخلاص بتخلص وبتموت. فبار معبر جدا الصراحة. عمر لوم غيرنا ما فادنا، بنحاول ما نتوهش في العتمة. بار جامد قوي بيقفل بيه التراك. لو تفتكر في اول تراك خالص كان بيقول ان الضلمه رحله الناس بتروحها صد رد، فهنا هو بيقول لك بنحاول ما نتوهش في العتمه، يقصد ان هو دلوقتي موجود في العتمه في الضلمه اللي هو بدأ بيها التراك. فالتراك جامد قوي، تقريبا هيبقى من ضمن نوعيه التراكات دي اللي انا ما بحبهاش من كتر ما هي جامده او صعبه، كتر ما هي تقيله. فما علينا نروح للتراك اللي بعديه، هو تراك زي هي فترة وهنقضيها، الحزن ساعة قبل النوم وبنعديها. اول حاجه البيت جامد قوي، والمود بتاع التراك مختلف عن التراك اللي فات، والبارات كمان بتدل ان احنا هنشوف ليركس مختلفه، ان كده كده ايه فتره وهتعدي، والحزن بيبقى ساعه قبل النوم وبتعدي برضه، فاللي هو مش مستاهله يعني. قبل ما نتعمق فيها، اصل الايام اسرع كتير من البديهة. بيقول لك الايام اسرع من البديهه، اسرع من بديهيات. يعني قبل ما نتعمق في الحاجات اللي مزعلانا او قبل ما نستوعب، فاهم، ندرك عشان سرعه البديهه، اللي هو من الاخر عايز اقول لك الزمن ما بيقفش يعني. الوقعات هدية ما بحسبهاش اذية، الزمن يخبط فيا تلم دقايق من تحتية. والوقعات هديه، يعني الوقعات اللي احنا بنوقعها دي مش حاجه وحشه، دي حاجه حلوه، انت بتتعلم منها. كل ما بتقع بتتعلم انك ما تقعش تاني، كل ما بتقع عموما بتقف اقوى، فدي حاجه. تاني حاجه الزمن يخبط فيها تلم دقايق من تحتيه، تشبيه جامد قوي خلاك تتخيل ان الزمن ده انسان خبط في الجوكر وبعد كده وقعت منه دقايق عشان هو الزمن يعني وكده. بس اللي هو اقصده ان كل ما الايام بتخبط فيه، كل ما بيحصل معاه مشاكل، ده ما بيأثرش فيه، بالعكس ده بيخليه اقوى، او ده اللي انا فهمته يعني. ما الانسان نساي بطبعه، بالاخص لو على وضعه، الاحساس اللي انا حاسه ده مش اول مره صرعه.
عايز يقول لك ان من الاخر الصراع اللي هو جواه او المشاكل اللي هو بيعدي بيها، الاحساس اللي هو حسه ده مش جديد، حصل معاه مره واثنين وثلاثه قبل كده وعداه عادي، ونسي ان هو عداه ورجع تاني الاحساس ده ليه، فهيعديه زي سهلة بس احنا للأسف مصعبينها، شفتنا مقلضمينها وايدينا مربعين. يا جدع ايوه كده فكني، انا كنت اكتئبت من التراك اللي فات. سهله والله، مش مستاهله كل الحوارات اللي احنا عاملينها دي، مش مستاهله ان احنا نكشر ولا ان احنا نتضايق ونكتئب يعني. احزاننا مطولينها مش متخطيينها عشان مطبعينها اننا بنتدارى منها. بيقول ان السبب اللي مخلينا متضايقين او دايما زعلانين ان احنا بنتدارى من الاحزان بتاعتنا دي، هو ده اللي مخليها مطوله معانا. لكن لو واجهنا الحزن بتاعنا وان خلاص اللي حصل حصل وهنعدي الموضوع، مش هنقعد بقى نهرب منه، ده يخلي الحزن ما يطولش. او ده اللي جوكر بيقوله يعني، مجرد برضه كلام، لان انت لما بتيجي تطبق الكلام ده في ارض الواقع ما بيحصلش. لا ما انت ما تقعدش تكئب فيها في التراك اللي فات وعايزني ابقى متفائل في التراك فانسي ده. يسمعوا كلامي اللي طالع كرامتي منبعه، صاحبا ما شطب لساني هبلعه، بقى اما صوت في راسي يقول شطبت ارد عليه واقول له لا قرب. ده صوت تاني مختلف عن باقي الاصوات اللي كانت من اول الالبوم. يعني من اول الالبوم هو صوت مكتئب او حزين او ملان او متضايق ان هو هيعتزل او بيفكر في الاعتزال. التراك ده بقى فيه صوت مختلف ورأي مختلف، بيقول فيه ان هو لا، هو مش الطبش، هو لسه عنده اللي يقدمه، لسه عنده اللي يقوله، بس قرب من ان هو يعتزل، يعني قرب من الاعتزال. بس البار ده يمكن يديك حته تفاؤل ان هو لا لسه مش هيعتزل دلوقتي بعد الالبوم ده، بس برضه ينبئك لحقيقه ان هو خلاص برضه قرب يعتزل، هو نفسه اللي بيقول قرب. يوم اتنين مش عارف كام بالظبط، بس الحلو جاي زي القبض. بيقول لك مش عارف امتى، هو الجوكر نفسه مش عارف هو هيعتزل امتى، بس هو عارف ان هو قرب يعتزل. بيقول لك ان احساسه عامل زي اللي قاعد مستني القبض، انت عارف ان القبض هينزل بس مش عارف هينزل امتى، فانت قاعد بقى مستني الفرحه بتاعت نزول القبض. وده تعبير غريب جدا، لان هو طبيعي انه هيكون حزين ان هو يعتزل، مش مبسوط، بس يمكن عشان هيرتاح. صدقني زيك ساعات كتير يبقاش في شيء في ايديا، فحس كأن الدنيا. الكورس هنا فكرني قوي بتراك حلم كبير، هو نسخه من حلم كبير بس نسخه متطوره واحسن، لان التراك ده حاسه كاتش اكتر والذ، فاهم؟ مش عارف اوصفها ازاي، بس انا حبيت التراك ده اكتر. الدنيا ما بتديكش اللي انت شايفه عليك كتير، مادام هتحلم وهتحلم اللي حلم كبير. في حلم الدنيا بحالها جت عليا، تطلع اللي راحت بتفضي مكان للجايه. نيجي للمعنى، بيقول لك صدقني زيك ساعات كتير ما يبقاش في شيء في ايديا، وده حاجه بتحسسه طبعا بالعجز وبالحزن، بيحس ان الدنيا جايه عليه زي ما هو كان بيقول في التراك اللي فات، تطلع اللي راحت بتفضي مكان للي جايه. يعني الحاجه اللي هو كان زعلان عليها انها راحت ومفيش حاجه في ايده يعملها عشان يرجع الحاجه اللي راحت دي، يكتشف ان ربنا كان شايل له حاجه احسن من الحاجه اللي راحت. الحاجه اللي راحت دي لو كانت لسه موجوده ما كانتش الحاجه اللي احسن منها هتيجي. يعني هو زعل وقت قصير او يمكن وقت كتير، بس عشان في الاخر ربنا شايل له الاحسن. ده اللي هو عايز يقوله لك يعني. مش عيب اني في فترة ما احسش براحة، امسك ورقتي واكتبها بصراحة. هنا بيتكلم عن ايه هي الحاجه اللي لما ما يحسش براحه هيكتبها؟ الاعتزال، زي ما يكون يكتب استقالته يعني، او ده اللي انا فهمته، وده اللي سياق الالبوم كله بيتكلم فيه، وده اللي البارين الجايين هيوضحوا اكتر. ويلا بقى نكمل ونشوف. في ليلة وارجع اسحبها صباحا، نفسي اللي يسمع يبطل نصاحة. في ليله وارجع اسحبها صباحا، يعني هو بالليل بيبقى خلاص خطط ان هو هيعتزل ومش هيكمل وشايف ان هو مش مرتاح، بس بعد كده يا عم ايه الهبل ده؟ الكلام ده على الاعتزال، بس انت لو خدت الكلام ده على نفسك، انت في كام فكره بتجيلك بالليل وانت مكتئب او انت في مود مش حلو، بس بتنام وبتصحى وبعد كده بتقول الهبل اللي انا كنت بفكر فيه بالليل ده، سواء بقى ايه افكار عاديه وطبيعيه زي انك تسيب الشغل مثلا او ان انت مثلا تبقى عايز تسافر وتهاجر، او في اسوأ الظروف انك تفكر تنتحر، بس بتصحى بتقول الحمد لله يا عم ان انا ما عملتش الهبل اللي كان في دماغي ده. مش دايما ابن الصدق الاتفاق، كله بيحكي زي ما شاف مش اللي كان. دي حقيقة 100%، مفيش حد هيحكي لك القصة زي ما حصلت، كله هيحكي لك القصة من وجهة نظره هو، ودي مش كذب مثلا، لا هو فعلا محدش يقدر يحكي الحاجة من بره، هو بيحكي من وجهة نظره هو. في ناس باعونا فوقنا وناس باعونا سوقنا، ناس كلونا لقمة وناس رمونا رقنا. بيقول لك في ناس لما باعونا فوقنا بسبب ان هم باعونا احنا عينينا فتحت، وناس باعونا سوقنا حالتنا بقت اسوأ، او احنا بقينا مش كويسين، بقينا اشخاص اسوأ بسبب ان هم الناس دي باعونا فحولونا لاشخاص لو انت طيب هتبقى شرير وكده. وناس كلونا لقمه، ناس كلونا زي اللقمه واضحه اعتقد، وناس رمونا رقنا، يعني بسبب ان هم بعدوا عننا احنا حالتنا بقت احسن كمان. الله يا عم كمل اول يعني. زيرو كره للي بعد، عقلي من لو تعب، شيل الحمل خير عن كفنا. بيقول لك زيرو كره للي بعد ما هو قال لك في ناس سابونا ومش عارف ايه وبتاع، الناس دي كلها عموما ما عندناش كره ليهم، خلاص زيرو كره للي بعد يا عم، اللي يمشي مش فارقه معانا. عقلي من لو تعب، عقلي من كتر ما بقول لو تعب، من كتر ما بفكر وبتخيل حاجات ما حصلتش يعني. طب لو كان مثلا انت فاهم الاوفر ثينكينج اللي هو كان بيتكلم عنهم في التراك اللي فات،
شيل الحمل خير من كف ناعم، اللي هو ان انت تشقى وان انت تبقى شايل الحمل احسن بكتير من انت ما تبقاش شايل حمل بس يعني كفك ناعم. فكون ان انت تبقى انسان مسؤول حتى لو ده شايلك هم احسن من ان انت تبقى انسان بلا قيمة وبلا وجود وبلا اي مسؤولية. الشمس لو ما غابتش بخ القمر، وغياب الصحبة اللي بيحلي السمر. هنا بقى بيديك برضو جرعة امل، بيقولك ان لو غياب الشمس شيء كئيب لان دي اللي بيجي، بس بص نص الكوبايه المليان ده هو اللي مخلي القمر موجود. الشمس لو ما غابتش بيخ القمر. نفس الكلام بالنسبه لغياب الصحبه، كون اصحابك بيغيبوا وبيبعدوا وبعد كده بتتقابلوا في الاجازه، بص لها يعني انتوا لما بتتقابلوا في الاجازه بتبقوا مبسوطين قوي لان انتوا بقالكم فتره ما شفتوش بعض او بقالكم فتره ما خدتوش اجازه فبتتبسطوا في الاجازه. لكن لو كل يوم اجازه هتبقى الحياه ممله يعني. في قيمة كبيرة لانقلاب القدر، احنا اسباب حتى اللي غدر. احنا اسباب حتى الغدر. اللي انا فهمته ان هو يقصد يقول ان انت سبب في ان انت تتغدر بيك. انت ضحيه بس في نفس الوقت انت السبب. انت السبب ليه بقى؟ معرفش، ممكن يكون افعالك اللي خليته يعمل كده، او ان انت زي ما هو قال في الكورس تطلع لراح بتفضي مكان اللي جاي، اللي هو غدر بيك ومشي، فده علمك حاجة او ده ساب مكان ومساحة لحاجة احسن تبقى في حياتك. فبس يعني تراك مليان بالامل والتفاؤل ويبعث على حب الحياة، وبيداوي شوية اللي حصل فينا في التراك اللي قبليه. وده كان تراك زيك خامس تراك في البوم الجوكر، وفي انتظار باقي التراكات اللي هتنزل ان شاء الله من الاربع الجاي. فاعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس وشوف الفيديوهات اللي نزلت لو انت لسه ما شفتهاش. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.